السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض اختراع حلو جدا ومش متوفر كتير في المحلات، وهو الصابون الورقي. الصابون ده هنعمله في البيت وهناخده معانا في الشنطة، ونحطه كمان في شنطة الولاد في المدرسة أو في التمرين أو في الرحلات. طول ما انت بره البيت هتحتاجي تستخدميه. هنعمله بمكونين فقط موجودين عندك في البيت ومتوفرين جدا وبكل سهولة هننفذه. وعلشان نعمل الصابون الورقي ده له ورق مخصوص بيتباع بس مش متوفر كتير في محلات المستلزمات. هنستعوض عنه بحاجة موجودة عندك في البيت متوفرة جدا جدا وتمنها رخيص قوي. الصابون الورقي اللي معانا النهاردة هنعمله يا إما بورق المطبخ زي ما احنا شايفين كده، يا إما نستخدم الورق الشفاف اللي بنستخدمه في شف الرسومات، أو الورق الزبدة اللي بيكون موجود عندنا متوفر دايما في المطبخ. والنهاردة أنا هستخدم أرخص حاجة ممكن تستعمليها وهي ورق المطبخ، ويا ريت يكون ورق المطبخ يكون محمل شوية أو يكون ورق سميك. النهاردة أنا هستخدم معايا كمان نوعين مختلفين من الشاور جل أو بريحتين مختلفين. أنا هستخدم بريحة الورد وبريحة اللافندر عشان أشكل معايا كده في الروايح الصابون الورقي اللي هيبقى معايا في الشنطة. هجيب أول ورقة منديل زي ما احنا شايفين كده، وهحطها قدامي على الرخامة، وبالفرشة بتاعة المطبخ اللي أنا بستخدمها في الدهن هاخد بقى الشاور الجل بتاعي، وهبدأ أدهن على الورق بتاعي بتاع المطبخ لغاية ما ورقة المطبخ اللي معايا تتشرب وتتشبع من الشاور الجل اللي معايا. لازم كلها تتملي واحس ان كل الاطراف اتملت خالص من الشاور الجل اللي انا بستخدمه. شايفين الورق بقت شفافة ازاي؟ واوعي تخافي ان الورقة تتقطع معاكي، بالعكس هتحسي ان الورقة قوية وانتي بتشيليها وبتتحرك معاكي بكل سهولة. هجيب بقى اي حاجة استخدمها، سواء طبق فايبر او طبق بلاستيك او اي حاجة تكون مرتفعة عن الرخامة بتاعتي، او افرد عليها ورقة المنديل بتاعتي بحيث انها ما تكونش ملامسة لسطح الطبق. انا عايزاها مرتفعة عشان الهواء ينشفها من فوق ومن تحت زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة دي. وبعد كده هاخد الورقة التانية اللي انا كنت حطاها على جنب عشان ادهن بيها الشاور الجل بتاعي التاني اللي بريحة اللافندر زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة دي. وحاولي تتعاملي معاها بكل رفق شوية عشان الورقة بتاعتك بتاعت المناديل ما تتبهدلش منك. ده انت كمان ممكن تاخديها وتعلقيها على شماعة البنطلون اللي فيها كليبسات دي من تحت، وتعرضيها للمروحة لمدة ساعتين تلاتة هتلاقيها نشفت قوام. أو ممكن تبيتيها بره في البلكونة أو في الشمس لمدة ساعة أو ساعتين هتلاقيها برضو نشفت. بكذا طريقة انت عندك، اللي متاح عندك أو السهل بالنسبة لك استخدميه، أو نشفي بالطريقة اللي تريحك. شايفين كده ما شاء الله نشف ومهيئ قدامنا، بقت ورقة عادية جدا سهلة إن أنا أتحكم فيها وأشكلها زي ما أنا عايزة. ورقة بريحة الورد والتانية بريحة اللافندر، انت عايزة تعمليهم الاتنين نفس ريحة الشاور جل مفيش مشكلة، على ذوقك واللي يريحك. هجيب بقى اي عبوة عندي ليها غطا زي ما احنا شايفين كده، وهشكل بالظبط على مقاس الغطا اللي عندي. هحدد بالقلم الرصاص بنفس الطريقة دي كده. ودي اسهل طريقة ممكن تقطعي بيها الصابون الورقي بتاعك عشان يبقى نفس مقاس العبوة اللي انت هتحطيها فيه، وبكل سهولة زي ما احنا شايفين بالطريقة دي كده، ما فيهاش أي مشكلة وما فيهاش أي صعوبة. وهجيب بقى المنديل بتاعي وهطبقه على نفس المقاسات كده لحد ما اخلص مساحة المنديل كلها. وطلعوا عندي 4 شرايط بنفس الطريقة دي كده. هجيب بقى المقص بتاعي، ويفضل طبعا انه يكون مقص حامي عشان ما يبهدلش المنديل اللي معايا، لان برضو مهما كان المنديل بيكون ضعيف، فلو مقص حامي طبعا هيكون افضل بكتير. شايفين انا بقص بالراحة ازاي وبنعومة جدا عشان المنديل اللي معايا ما يتبهدلش او يتقطع مني. وهقصقص كل مساحة المنديل اللي معايا لحد ما تطلع بنفس الطريقة دي كده، وهتطلع شكلها جميل جدا ومتساوية مادام احنا ماشيين على الخط بالظبط. شايفين ما شاء الله كل ورقة من دول هتعتبر صابونة. ما شاء الله هيبقى معاكي كمية كتيرة جدا وكمية وفيرة جدا هتكفيكي مدة كبيرة. ما شاء الله شكلها متناسق ومتساوي جدا. ده غير كمان ريحتها اللي تحفة، اللي شاربة من كل شاور الجل اللي أنا شبعته بيها. اللي وصلت معايا بقى لحد الجزء ده من الفيديو تنزل على طول تعمل لايك للفيديو، ولو ما عملتش اشتراك تنزل تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلها كل جديد من وصفات القناة. نيجي بقى للورقة التانية اللي احنا كنا شايلينها اللي هي بريحة اللافندر، هناخدها برضو بس هنطبقها الأول على 4 أجزاء، أو هناخد كل مساحة المنديل ونطبقه 4 أجزاء عشان يوفر شوية معانا من الوقت.
زي ما احنا شايفين كده انا طبقته 4 زي المروحة كده بالظبط. وهحدد بقى بالغطا بتاع العلبة بتاعتي وهقصقص على طول، هيوفر معايا وقت كبير. شايفين انا كده بحدد اهوت على الجزء اللي انا مطبقاه كله عشان اقصقص مرة واحدة، وده طبعا هيوفر معايا وقت كبير جدا ومجهود، وكمان هيطلع لي كل المساحات بتاعتي نفس المقاس. نيجي بقى بعد ما خلصنا خالص وهنلاقي فيه شوية كده على جنب كده متقصقصين كده، هتلاقيهم من الهادر. ممكن دول تستعمليهم كده مرة واحدة كده على جنب من المطبخ كده، وبعد كده ترميهم في الزبالة. احنا طبعا مش بنرمي حاجة عشان حرام، وعارفين كلنا ان الحاجة غالية نار. خلصنا خلاص الكمية كلها اللي معانا. شايفين ما شاء الله المنديل طلع لك كمية محترمة جدا. انت لو عايزة طبعا تضاعفي الكمية عشان تعملي لولادك، كل واحد بكمية محددة ليه هو او مجموعة خاصة بيه هو في شنطته، هتضاعفي طبعا الكمية، تعملي منديلين 4 6 زي ما انت عايزة، وتقصقصي برضو بنفس الطريقة. مش هتاخد منك اي وقت، على حسب طبعا افراد اسرتك. ولو ما عندكيش العبوة ديت او ممكن انت معرفتيش توفريها، ممكن تحط لهم في ظرف صغير او اي حاجة عندك ممكن انت تصمميها على ذوقك. زي ما احنا شايفين انا رصيت كل الدواير او كل المناديل اللي عندي في العلبة بنفس الطريقة دي كده، وهسحب منها واحدة واحدة بنظام طبعا، ومش هتهدر معاكي اي حاجة. زي ما احنا شايفين طريقتها سهلة جدا، ومش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. ده غير طبعا ان ريحة ايدك دايما باستمرار هتبقى حلوة. ده غير كمان الرغوة اللي هتتفاجئي طبعا بجمالها وبقوتها من ورقة المنديل الصغيرة دي اللي هتبقى معاكي في شنطتك. شايفين ما شاء الله بمجرد ما بتلمس المية بس الرغوة طبعا بتنتشر في ايدك وبتبقى بنفس الطريقة دي. حقيقي اختراع تحفة جدا، وبيوفر عليكي ان انت تاخدي صابونة كبيرة معاكي في الشنطة. ممكن تزحملك الشنطة او تاخد معاكي وزن او تبقى تقيلة على دراعك. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى تستفادوا من الفكرة وتطبقوها وتنفذوها. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وربنا يبارك في ولادكم يا رب ويحفظهم إن شاء الله. وما تنسونيش من صالح دعواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.